بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات. النهاردة هنتكلم عن ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. الاهلي بيتعادل الماتش التاني على التوالي. جماهير الاهلي متضايقة. انا راجل زملكاوي بس بكلمك بصراحة. الاداء مش هو. الاهلي متعادل بضربة جزاء، يعني مش عايز اقول فيها كلام، بس هي كرة ميتة اصلا يعني. والماتش اللي فات جاب جون في اخر ثانية، او اللي قبل اللي فات، والاداء برضو كان سيء. طيب هل بقى يغتنم الزمالك الفرصة بكرة ويكسب الاسماعيلي فيتساوى مع الاهلي في النقط، وهو اكتر من الاهلي في الاهداف، فيبقى هو اول والاهلي تاني؟ ولا هيعمل زي الاسبوع اللي فات وما يستغلش الفرصة ويتعادل ولا يتغلب ويفضل برضو الاهلي ايه كده؟ السيناريو ده هو سيناريو الموسم الماضي بالظبط. الاهلي اتقدم والزمالك بعد كده عداه، قعد يفقد الاهلي نقط والزمالك عداه. طبعا حكم ابراهيم نور الدين ده يعني معروف. محمد نصر بقى، محمد نصر مخرج المباراة، يعني لازم يفكرك كل شوية دي ضربة جزاء ودي ضربة جزاء، ويعيدها لك ويزيدها لك. يعني مشكلتنا الرهيبة الرهيبة في الإعلام الرياضي في مصر إن الانتماءات بتتحكم في الناس بشكل غير طبيعي، يمكن أكتر من الفلوس. بمعنى شوبير شوبير هقول لكم معلومة كده خلي بالكم منها. ما بيطلعش في أي استوديو لماتش الزمالك، هو بيطلع الاستوديو بتاع ماتشات الأهلي بس. دي أول حاجة. تاني حاجة، شوبير لا يستطيع أن ينتقد الخطيب. ليه؟ عشان شوبير ابنه بيلعب في الفريق، ف وبياخد فلوسه وقاعد على الدكة، وجاله عروض من فرق تانية، ابوه قال له لا اقعد، انا صبرت زمان كتير اقعد وكده. فالخطيب عمر ما شوبير هينتقده، على عكس محمود طاهر. يعني محمود طاهر لما جه قال، كتب على تقريبا بوابة النادي الأهلي الأكثر حصولا على البطولات القارية مش عارف إيه، شوبير انتقده. لكن شوبير طبعا هنا لا يستطيع انتقاد الخطيب، وكأن الخطيب ماشي على، يعني بص، نبي مثلا ما بيغلطش. آه، المذيعين يا جماعة، المذيعين صعبين قوي، صعبين جدا والله. المذيعين انتماءاتهم طافحة طافحة وباينة قوي انها طافحة. يعني حاجة يلا يا اهلي فرح مش عارف ايه، يلا يا اهلي. وعلى فكرة مذيعين الزمالكاوية برضه. فما ينفعش كده، ما ينفعش انتماءاتنا عمرنا ما هنتقدم طول ما في سبوبة مصالح بتتعمل وفي انتماءات. ربنا مع الزمالك بكرة ان شاء الله، ونشوفكم في حلقة جديدة. باي.